ريحه الطاجن وهو طالع من الفرن رهيبه. لحد وقت قريب قوي ما كنتش بحب اكل اصلا سمك بالريد صوص بالذات، بحس ان هو دايما لازم يتاكل مشوي او زيت وليمون او كده، لحد ما جربت الطريقه دي، طاجن سمك بلطي بالريد صوص. يلا بينا نشوف طريقتها عامله ازاي. علشان الصلصه هبدا اضيف طاسه سخنه معلقه من السمنه، فيها رشه صغيره من الزيت، اضيف بصل مقطع صغير، ولما البصل يدبل شويه كده هبدا اضيف شويه من الثوم المهروس، يا دوبك بس اشم ريحه الثوم واروح ضايف على طول عصير الطماطم. ولما الطماطم تبدا تتسبك شويه كده اروح ضايف نص معلقه من الفلفل الاسود وتقريبا نص معلقه من الملح، نص معلقه من الصلصه الجاهزه. وعلشان تتبيله السمك والخضار بقى هبدا اضيف شويه من الزيت وعليهم نقطتين خل وحبه كويسين من الثوم، البهارات اللي مكتوبه دي، واخر حاجه عصره ليمون كويسه كده. هاخد نص التوابل للسمك، شويه الباقيين هبدا اضيف فيهم الخضار. بعد ما قطعت السمكه حلقات بالشكل ده واروح نازل عليها بنص التتبيله الباقي اللي انا شلته. وفي طاجن غويط هبدا ادهنه بالزيت واروح نازل بالخضار كله مره واحده. وبعد كده اضيف السمكيه الحلوه بتاعتي، الصلصه اللي انا سبكتها اروح ضايفها على الطاجن. اتاكد ان الصلصه غطت الطاجن كله، وفي فرن مسخن كويس قوي داخل الطاجن تلت ساعه على اعلى درجه، وبعد كده 5 دقايق على الشوايه. وبكده يبقى عملنا احلى طاجن سمك بالريد صوص ينزل في القلب على طول.